يا صباح الفل، تعالوا بقى اخدكم معايا في يوم من ايام سنة اولى جواز. اول حاجة عملتها طبعا اول ما صحيت ان انا بقى فتحت الشباك وهويت البيت كله. بعد كده بدأت احضر الفطار، ولعت بقى على البيض، وبعد كده شغلت الغسالة عشان الحق اغسل الغسيل وانشره قبل ما انزل، عشان النهارده نازلة اشتري حاجات. خلصت بقى الفطار وحطيت جنب سندوتشات البيض كده جزر وفلفل وطماطم، وعملت كمان نسكافيه. بعد كده بقى بدأت أجهز الغدا. كنت عايزة أعمل عيش سوري، فحطيت الدقيق وعليه رشة ملح ورشة بيكنج باودر وزيت، وبعد كده بعجنه بمية. بعد بقى ما بعجنه بعمله كور كده على حسب بقى الكمية اللي انتوا عاملينها. انا طلع معايا 11 رغيف، وسبتهم بقى يرتاحوا. بعد كده قطعت بقى البطاطس عشان الخطة النهاردة ان انا اعمل بطاطس سوري. فعملتها بقى كده وسويت العيش على الطاسة على النار يعني. عملت معاها كمان كول سلو، كان طعمه حلو قوي. بدأت بقى اعمل السندوتشات، وكنت عاملة خيار مخلل فحطيته كده جوه السندوتشات. وبعد كده بقى سويتهم على الجريل كده عشان بس ياخدوا تحميصة. ولبست بقى ونزلت علشان اروح اجيب شوية حاجات كانت ناقصاني. اول مكان روحته بقى كان جاليري بيت الفريدة. كنت عايزة اجيب حاجات من هناك، بس للأسف لما روحت لقيت كل الحاجات بقى اللي كنت نفسي اجيبها مسحوبة بجد، مفيش ولا قطعة منها. اتضايقت جدا بصراحة، فقررت بقى ان انا اروح فتح الله اجيب بقى الخضار والحاجة اللي انا عايزاها. فجبت بقى الحاجات اللي انا عايزاها وقعدت اتمشى شوية كده واشوف اطباق وحاجات. كمان جبت اطباق حلوة قوي من هناك. وانا بقى بتمشى لقيت كوسترات خشب كده، بس انا بنزلها والله ما كنت اعرف ان هي عليها ميكي. اتبسطت قوي، كان شكلها حلو جدا. خلصنا بقى من فتح الله وبعد كده روحت البيت. وهنزل لكم بقى طريقة الكيكة اللي سألتوني عليها. هو 3 معالق شوكولاتة سايحة، بحط عليهم بيضتين وبحط عليهم شوية من الفانيليا. بقلبهم كويس قوي الشوكولاتة مع البيض. بعد كده بحط معلقتين كبار دقيق واقلبهم مع بعض. وفي اي قوالب بقى عندكم بتدهنوها دهنة بسيطة من الزيت، وبدخلهم الفرن لمدة 15 دقيقة او 20 دقيقة لحد ما الكيك بس يرتفع كده. وبس كده بطلعهم برش عليهم بقى سكر بودرة، وبيبقى طعمهم خطير. وممكن كمان تاكلوهم من غير سكر بودرة. خلصت بقى الحلو وبس كده، خدت شاور وقعدت اتفرج على مسلسل رمضان كريم، وبس كده يبقى يومي خلص. اشوفكم في فيلم جديد.